اهلا بيكم، جايلكم وفيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض طريقة البسبوسة. معايا نص كيلو من دي البسبوسة، وجبت ب5 جنيه جوز الهند، وكان عندي كيس بيكنج باودر. هناخد كيس كوبايتين من دقيق البسبوسة بالمج الكبير ده. ماشي. وهنحط ربع كوباية من جوز الهند. معانا ربع كوباية اهيت من جوز الهند هنحطها. وكمان هنحط معلقة من البيكنج باودر، معلقة تكون صغيرة. وهنقلب كل المكونات دي بقى كده مع بعضها وهنركنها على جنب. هنعمل البسبوسة على خطوتين. دي اول خطوة، هنقلبه كويس جدا علشان البيكنج باودر ما يبقاش مر معايا، وتبقى الوصفة معايا مرة وانا مبقاش عارفة من ايه. معايا طاسة على النار، احط فيها كوباية من السكر ومعايا كوباية من المية. خلاص، بس لازم تكون النار بتاعتك هادية. هحط بقى ربع كوباية من المية، وهسيب الباقي لان انا هحطه تاني بس مش دلوقتي. خلاص، هناخد بس من الكوباية ديت ربعها بس، والباقي هسيبه لما اقولكوا هنعمل بايه. طبعا هنسيب السكر والمية كده يدوبوا مع بعض على النار، ما تقلبيش فيهم ولا اي حاجة. جربي البسبوسة بالطريقة دي، هتعجبك قوي. خلاص كده بدأ القوام يتقل معايا. ده عامل زي العسل بالظبط، اللي هو العسل الكلوكوز ده، اللي هو بتاع الحلويات. خلاص، تنسيش بقى كده وانت بتتفرجي على الفيديو تحطي لايك وتشتركي في القناة. وانت بتشتركي في القناة دوسي على الزرار مرتين، مرة اختاري الزرار ومرة اختاري الكل، علشان كل ما ننزل فيديو جديد ينزلك. ماشي كده. خلاص بدأ اللون هو يتغير معايا. بصوا، ده يبقى لون البسبوسة بتاعك على حسب. لو غمقتي البسبوسة هتطلع معاكي غامقة، لو فاتحة البسبوسة هتطلع معاكي فاتحة. فخليها لا غامقة ولا فاتحة، علشان ما تمررش معاكي، هتبقى مرة. خلاص، هنحط كده حوالي 4 معالق من الزبدة. لو عندك سمنة ممكن. ماشي، هنقلب بقى كده كله مع بعض وهنسيح السمنة. لو تاخدوا بالكم انا رفعت الطاسة من على النار لانها كانت سخنة قوي. وخلي بالك وانتي بتحطي السمنة على السكر ديت، بصوا بتبقى سخنة جدا، فياريت تكوني بعد وشك وبالراحة كده وانتي بتحطي. حطيت بقى بقية المية وحطيت كوباية الزبادي. هنقلب بقى كله مع بعضه كده لحد ما يرجع يسخن تاني زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، كده غلي معايا. هبدأ بقى اشيله من على النار، اطفي النار عليه وهسيبه يرتاح حوالي كده 10 دقايق، بس ما يبقاش بارد قوي. هنزل بيه بقى على دقيق البسبوسة والجوز الهند والبيكنج باودر، وهقلب مش كتير. البسبوسة يا جدعان ما بتتقلبش. خلاص، هنقلب البسبوسة كده لحد ما تتشرب بس المكونات بتاعتها كلها. وبعد كده مش هقلب فيها كتير عشان ما تبص. خلاص كده، بص اللون بدأ يتغير ازاي. هجيب صينية بقى مدهونة سمنة كده. انا بقلب بقى المكونات بالراحة كده علشان تخش جوه بعضها. واول لما احس ان شربت كل الدقيق اللي عندي، خلاص مش هقلب تاني. هنزل بقى في صينية مدهونة سمنة، وهكون بقى انا كده مولعة الفرن بتاعي. عايزة اقولكم ان هي مش هتاخد وقت اصلا في الفرن، هي تعتبر كده مستوية، هتاخد بس لون. هدب بقى الصينية بتاعتي كده دبتين، وكده دخلتها الفرن. هاجي اعمل بقى الشربات بتاعي. معايا حلة احط فيها كوبايتين من السكر. عايزه اقول لكم ان هي كده مسكره قوي. لو انت بقى حابه ان هي متبقاش مسكره قوي، نقصي نص كوبايه سكر. يعني اعملي في الشربات بتاعك كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه. انا كده حطيت كوبايتين سكر على كوبايه ونص ميه، وعصر ليمونه اول لما تغلي. انا ما قلبتش السكر خالص، انا حطيت السكر على الميه ونزلت بيهم على النار. وبعد كده اول لما غليت حطيت النص ليمونه وهقلب بقى. خلاص كده، لا هيفضل يغلي بقى كده. لازم الاتنين يبقوا سخنين، الشربات سخن والبسبوسه سخنه. هنزل بقى بكيس الفانيليا، وهقلب تقليبه كده وهطفي عليه. هتكون البسبوسه بتاعتي طلعت من الفرن. لو هي وشها ما تحمرش ولعي الشوايه عليها تشمع شويه كده. خلاص الاتنين سخنين. هنزل بقى، لازم تنزلي بالاتنين سخنين علشان خاطر تشرب بسرعه الشربات بتاعها. خلاص، انزلي بقى بيه كده شربيه واحده واحده. بس كده بقى هتشرب كل الشربات بتاعها. هسيبها بقى لما تبرد خالص، وبعد كده هقطعها. اوعي تقطعيها وهي سخنه. ومع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد.